تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. إقليم القشبركة يحتفل بالفاتح من سبتمبر في هيكوتا. إعلان نتيجة الامتحان الوطني للصف الثامن. اللواء رمضان أولياء يعقد سيمينار لأعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية. أكثر من 1000 قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور في السودان. توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون بين روسيا والصين. أرمينيا وباكستان تعلنان رسميا إقامة علاقات دبلوماسية وفتح صفحة جديدة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتفل إقليم القشبركة بالفاتح من سبتمبر الذكرى 64 لانطلاق كفاح الشعب الإريتري المسلح في بلدة هيكوتا. وقام حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي والمسؤولون في الإقليم وقادة الجيش قاموا بغرس الشتول الأشجار في مقبرة الشهداء في المناسبة التي شهدت مسيرة أقدام للشعب والجيش. وقال المدير العام لقسم الثقافة والريادة في الإقليم السيد إدريس صالح في الكلمة التي ألقاها في الحفل، قال إن إحياء الفاتح من سبتمبر في المكان الذي يرقد فيه مفجر الكفاح المسلح الشهيد البطل حامد إدريس عواتم له مضمون كبير، مذكرا الشباب على معرفة التضحيات المقدمة من أجل الاستقلال والقيام بالمساهمة والمشاركة التي تتطلبها المرحلة. وأوضح مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح أن الهدف من الاحتفال نقل الخيار المتخذ من أجل الاستقلال والتضحيات والصعاب التي مرت إلى الشباب. تخلل برنامج الاحتفال فعاليات فنية وثقافية تعكس المناسبة. في غضون ذلك احتفل الإريتريون في جوبا بجنوب السودان وستوكهولم السويدية بالفاتح من سبتمبر ذكرى انطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. نجح 68.8% من بين حوالي 70,000 طالب شاركوا في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2024-2025. وأفاد مسؤول فرع تقييم الامتحانات الوطنية بوزارة التعليم السيد هبت أسفهم أنه من بين 69.915 ألف طالبا انتقل 48,084 طالبا من بينهم 46.2% من الطالبات إلى المرحلة الثانوية. وذكر أنه تم إعلان النتائج في المدارس حيث ارتفع معدل النجاح بنسبة 18.8% عن العام الماضي، وحصل 2488 طالبا من بينهم 830 طالبة على 90 درجة فما فوق. وأضاف السيد هبتي أن نسب النجاح على مستوى الإقليم وصل إلى 50.3% في إقليم عنسبة، و72.3% في الجنوبي، و69.9% في القشبركة، و78.4% في الأوسط، و58.1% في شمال البحر الأحمر، و75% في جنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى 92.7% في مدارس الجالية الإريترية في السعودية، و100% في كسلا السودانية، ونسبة 71.3% من منتسبي قوات الدفاع الإريترية. وأشار في الختام إلى أنه يمكن للطلاب الذين يريدون تقديم طلبات إعادة النظر في نتائجهم أن يقدموا طلباتهم في المدارس التي امتحنوا فيها. عقد قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريتري اللواء رمضان عثمان أولياء سيمينارا بمناسبة الفاتح من سبتمبر الذكرى 64 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري لمنتسبي الدفعة 38 للخدمة الوطنية وأعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية حول نضال إريتريا من أجل الاستقلال وتحدياته. وقال اللواء رمضان في السيمينار المنعقد في الأول من سبتمبر
إنه وخلال انتهاء الاستعمار من أفريقيا كان لشعب إريتريا الحق في العيش بحرية وسلام على أرضه كغيره من الشعوب، غير أنه قد حكم عليه الدخول في استعمار جديد ضد رغبته لمصلحة الدول الكبرى وشركائها، ويتعرض للموت واللجوء والشتات والخروج من هذا البأس وتأمين حريته. قرر حمل السلاح في الأول من سبتمبر عام 1961، وبعد 30 عاما من النضال المرير والطويل تمكن من رفع تاج الحرية بسواعده، وقال إن العالم الغير عادل انتهك الحقوق القانونية لمواطنيننا، وفرض في عام 1952 اتحاد إريتريا مع إثيوبيا الدولة الإقطاعية التي تعتبر متخلفة مقارنة مع إريتريا بقرار الأمم المتحدة رقم 3905، مشيرا إلى تنفيذ العديد من المؤامرات لقمع رغبة الإريتريين القوية في الحرية وحقوقهم العادلة، لكن أجيال إريتريا المتعاقبة تصدت لها بوعي في مختلف المراحل، وحصلت في النهاية على استقلالها. وقال اللواء أولياي إن النضال لا يتم بالسلاح فقط، مضيفا أن على الجيل الحالي الإدراك جيدا معاناة شعبه الماضية والثمن الكبير المدفوع لتحقيق الاستقلال والحفاظ عليه، لذلك عليه واجب العمل بلا ملل ولا كلل لتطوير البلاد وتحسين معيشة شعبه من خلال تعزيز فرصه التعليمية والمهنية. على صعيد آخر، أقيم في مدينة عصب احتفال على مستوى إقليم جنوب البحر الأحمر إحياء للفاتح من سبتمبر الذكرى 64 لانطلاقة نضالنا التحرري. شهد الاحتفال الذي حضره قائد القيادة الشرقية العميد إبراهام عندوم وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد رزان ميكائيل ومسؤولون آخرون، شهد فعاليات فنية تعكس المناسبة. تعمل هيئة خدمات المياه في غردات على ضمان تأمين مياه الشرب الصالحة. وأوضح مسؤول المكتب السيد برهان محري أن 95% من السكان يحصلون على مياه شرب صالحة من خلال إرساء 5 محطات توزيع تتغذى من الآبار الموجودة في نهر بركة، فضلا عن مد أنابيب المياه وشاحنات الصهاريج إلى جميع السكان والمؤسسات. وذكر أن خطوط المياه تتعرض للتلف بشكل متكرر بسبب أنابيب المياه القديمة، ويجب النظر في برنامج استبدال جديد. وفيما يتعلق برسوم المياه، ذكر بأن الحاصلين على خدمات المياه عبر الأنابيب يدفعون 13 نأف ل5 براميل، وبالصهاريج 15 نأف للبرميل الواحد. ودعا السكان على دفع الرسوم الشهرية بانتظام، كما حث جميع السكان على ترشيد الاستهلاك وتجنب الهدر. قام المشاركون في أسبوع فرق الورود الحمراء المنظم لأول مرة في مدينة كرن قاموا بزيارة المواقع التاريخية والأثرية. اشتملت الزيارات موقع طنق الحسا التاريخي الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية، والمقبرة البريطانية والإيطالية وعونا التي ارتكب فيها النظام الاستعماري الإثيوبي فظاع عبادة ضد المدنيين. وقدم الكاتب والباحث في التاريخ السيد نصر آب الزازي ومسؤول فرع الموارد السياحية والبحوث في إقليم عنسبة السيد فسها هبتي شرحا للزوار. وأعرب المشاركون عن سعادتهم بقدرتهم على رؤية واستكشاف التاريخ الذي عرفوه سابقا من خلال القصص. وقال الزوار: نحن أصحاب تاريخ الغد، مضيفين أنه من المهم التعرف على تاريخ وقيم بلادهم في سن مبكرة. وقدم الشباب المشاركون في الأسبوع الأول لفرق الورود الحمراء في إريتريا الذي افتتح في 26 من أغسطس عرضا فنيا يوم 31 من أغسطس بمناسبة الأول من سبتمبر في الشارع الرئيسي بمدينة كرن. عقدت شرطة المرور في الإقليم الأوسط سيمينارا تنويريا في الأول من سبتمبر لسائقي مدارس تعليم القيادة حول أهمية التدريب المتعمق لمكافحة الحوادث. وقدم قائد شرطة مرور الإقليم الأوسط الرائد هبتي جبرو شرحا مفصلا حول الأسباب الرئيسية للحوادث مثل الطرق غير المعبدة والمركبات والسائقين والمشاة والحيوانات والظروف الجوية وغيرها.
وقال السيد هبتي إن الحوادث هي نتيجة مخالفات المرور، وحث السائقين على أن يكونوا كفؤين ويقظين، وأصحاب المركبات على إجراء المراقبة والتحكم المناسبين لمنع الحوادث. وقدم مسؤول قسم التحقيق في الحوادث بنيام برهان المخالفات والحوادث المرتكبة في الربعين الأول والثاني من عام 2025 من حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات، ودعا مدارس تعليم القيادة والقائمين على التدريب على الجدية في تطبيق القانون، وأطراح المشاركون استمرارية أنشطة التوعية لأهميتها والسماح لهم بالتدريب ليلا وليس فقط أثناء النهار، والعمل على زيادة الوعي بين راكبي الدراجات وعربات الكار والمشاة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. لقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور غرب السودان، بما وصف أنه واحد من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث. وقالت حركة تحرير السودان إن انزلاقات أرضية كبيرة ومدمرة أدت إلى دمار كامل القرية أو قرية ترسين لشرق جبل مرة بالقرب من منطقة سونيوم، ومصرع كامل سكانها الذين يقدر عددهم بأكثر من 1000 شخص من الرجال والنساء والأطفال، لم ينجو منهم سوى شخص واحد وفق المعلومات الأولية. وأوضح البيان أن الكارثة وقعت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المنصرم. ولفتت الحركة في بيانها إلى أن القرية سويت بالأرض تماما نتيجة لهذا الانزلاق الأرضي، مناشدة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المساعدة بانتشال جثامين الموتى من تحت التراب. أعلن تلفزيون الصين المركزي أن روسيا والصين وقعتا أكثر من 20 وثيقة للتعاون الثنائي عقب محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. وأضاف بوتين وشي جين بينغ ناقشا خلال محادثاتهما في بكين القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي وقت سابق انطلقت محادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي في بكين، وقال شي في بداية اللقاء إن العلاقات الصينية الروسية ضربت مثالا على العلاقات بين قوتين عظميين، وأضاف أن العلاقات بين الصين وروسيا تتميز بالود بين الجيران والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون المتبادل والمفيد. بدوره أعرب بوتين عن امتنانه للرئيس الصيني الذي وصفه بأنه صديقه العزيز على الترحيب الحار في بكين، وقال إن قرار روسيا والصين الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية بشكل مشترك هو أمر له أهمية كبيرة. أكد وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويات ونظيره الباكستاني إسحاق دار خلال اجتماع ثنائي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية على قرار بلديهما إقامة علاقات دبلوماسية رسمية في خطوة تاريخية تفتح آفاق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأرمينية إن الطرفين أبديا ارتياحهما الكبير لهذه الخطوة، وناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة، مؤكدا التزامهما بإطلاق حوار مستمر لتقوية العلاقات بين أرمينيا وباكستان. وخلال الاجتماع استعرض وزير الخارجية الأرميني الجهود التي تبذلها بلاده لإرساء السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، مع التركيز على أهمية تعزيز السلام مع أذربيجان، مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل جزءا من استراتيجيتها لتعزيز الأمن الإقليمي وتخفيف التوترات بين دول الجوار. وفي ختام الاجتماع وقع وزير خارجية البلدين على وثيقة رسمية تؤكد إقامة العلاقات الدبلوماسية، ما يمهد الطريق أمام فتح السفارات وتبادل السفراء وإطلاق برامج تعاون مشترك بين الدولتين في المستقبل القريب.
أعلنت وزارة الطاقة السورية استئناف تصدير النفط الثقيل من مصب ميناء طرطوس غربي البلاد للمرة الأولى منذ 14 عاما. وقالت الوزارة ذلك جاء في إطار التوجيهات الحكومية وخطط الإدارة العامة للنفط في وزارة الطاقة لتعزيز حضور سوريا في الأسواق النفطية الخارجية، وذلك بخطوة وهي الأولى منذ سنوات. وعد البيان هذا الإنجاز خطوة مهمة في إعادة تنشيط قطاع النفط وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية على أن تتبعها عمليات تصدير لاحقة خلال الفترة القادمة. وفي يونيو الماضي أعادت سوريا تصدير منتجات نفطية غير خام من مصفاة بانياس في محافظة طرطوس، حيث أرسل شحن أولي بحجم 30,000 طن متري إلى الأسواق الدولية. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إقليم القشبركة يحتفل بالفاتح من سبتمبر في هيكوتا. إعلان نتيجة الامتحان الوطني للصف الثامن. اللواء رمضان أولياء يعقد سيمينارا لأعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية. أكثر من 1000 قتيل بانزلاق أرضي بإقليم دارفور في السودان. توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون بين روسيا والصين. أرمينيا وباكستان تعلنان رسميا إقامة علاقات دبلوماسية وفتح صفحة جديدة. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.